كل واحد فينا اتولد الدنيا، ولما اتولد الدنيا ركب فيه قطر، والقطر ده هو ليه كرسي عليه، والقطر فضل ماشي بينا في قطر الحياة. في بقى مننا اللي بيركز في سرعة القطر وفي الاتجاه اللي القطر ماشي فيه وفي الكرسي اللي هو قاعد عليه نفسه، وفي اللي بيبقى ماشي وسايبها زي ما تيجي تيجي، واللي ينقله من على الكرسي ده ويحطه على الكرسي ده هو اصلا مش فارق معاه وزي ما تيجي تيجي، وفي اللي عمال يبص حواليه وفيه. احنا النهاردة في الحلقة دي هنتكلم عن مسؤوليتنا تجاه صحتنا النفسية. والحقيقة انا عايزة اعرف الاول، انتوا تفتكروا مسؤوليتكم تجاه صحتكم النفسية كام في المية؟ اكتبولي كده في الكومنتس. انا امبارح سألت السؤال ده، ولما سألته بصراحة جات لي إجابات كتير، ومن الإجابات دي كان 50%، 70%، 60%، والأغلب يعني كانوا بيقولوا لي 70%. ولكن الإجابة الصحيحة هي 100%. إحنا مسؤولين عن صحتنا النفسية بنسبة 100%. ودي واحدة بس هي اللي قالتها لي 100%، ولكن وهي بتقول لي أنا مسؤولة بنسبة 100%، بس هعمل إيه في الضغوطات اللي حواليا؟ هعمل إيه في الحاجات اللي حواليا؟ ده بقى هو اللي هنتكلم عليه بالتفصيل في حلقتنا النهاردة. إن إحنا هنشوف نقول إيه لنفسنا في حديثنا الداخلي، نقاط معينة نكون عليها في فقرة كن، ونقاط معينة ما نكونش عليها في فقرة لا تكن، لأن النهاردة هنتكلم عن حاجتين، كن ولا تكن. في حديثنا الداخلي كده نركز مع نفسنا في حاجات نعملها وحاجات ما نعملهاش. تعالوا كده نبدأ بالحاجات اللي لا تكن. لا تكن هم 3 حاجات. أول حاجة فيهم، في ناس كده تبقى قاعدة على الكرسي بتاعها اللي هو مكانها في الحياة، قاعدة وعمالة تبص من الشباك شوية، عمالة تبص على اللي وقع حاجة شوية، صوت عالي تقعد تبص، خناقة عمالة تبص وتتفرج ايه اللي بيحصل هنا، حد لابس حاجة عمال يبص وايه ده، دي لابس ايه، ده عامل ايه، ده رايح فين، ده جاي منين. هو ده المقعد اللي بيبقى قاعد عليه الشخص المتشتت. هو متشتت، هو مش عارف اصلا يعمل ايه، وعمال يبص هنا شوية، يبص هنا شوية، يبص هنا شوية، وفجأة تعدي بيه السنين ويقول ايه ده، هو انا عمري ضاع، انا مش عارف انا حياتي راحت فين، انا مش عارف الايام بتجري بيا ازاي، انا والله الزمن ما بقاش فيه بركة، الايام ما بقتش مش عارف ايه، لان احنا مشتتين فبالتالي مش مركزين مع نفسنا. لان في غيرنا بينتج في ال 24 ساعة حاجات ممكن حد غيره يعملها في 3 4 ايام، هي قدرات في الاخر. ولكن انت تقدر تعمل حاجات وعمرك ما يضيعش على الفاضي لو بس قمت من على مقعد اللي هو المتشتت اللي عمال يبص حواليه يمين وشمال ويمين وشمال. ودايما بيقولوا الملتفت لا يصل. اللي بيفضل يتلفت ويبص هنا ويبص هنا ويبص هنا مش هيوصل في حتة، لانه ما عندوش خط سير يمشي عليه او وجهة هو عايزها، انه عمال يبص حواليه. فده كان اول حاجة احنا ما نكونش عليها، ما نكونش ان احنا راكبين في عقلية المتشتت وعمال يبص هنا ويبص هنا ويبص هنا. تاني حاجة ما نبقاش عليها هي ايه؟ لما بنقعد كده ونلاقي حد كلامه معظمه شكوى، دي وقعتني، دي زقتني، ده خد الكرسي اللي انا كنت قاعد عليه، ده صوته عالي قوي انا مش عارفه اركز منه، وده بيضايقني، وده ودول وهم السبب، وانا مش عارفه هعمل ايه، هم اللي تعبوني، هم. دي عقليه الضحيه. ببقى عايش بس ان انا اشاور، الصباع بتاعي ماشي كده وبشاور على الناس اللي اذتني، وبشاور على الناس اللي تعبتني، وعمال بشاور، وقاعد مكاني ما بعملش حاجة غير ان انا بلوم غيري على الوضع اللي انا فيه. فدي عقلية الضحية احنا مش عايزين نكون عليها. فراقب نفسي وراقب حديثي وراقب افعالي واشوف هو انا عايش في عقلية الضحية فعلا اغلب الوقت ولا لا. والحل ان انا ابعد عنها، ان انا اخد مسؤوليتي، نعمل باللي احنا هنقوله في الحلقة دي. تالت حاجة هي الحد بقى التاني اللي بيشمر كده على طول، اي حد تعبان يروح جري ينقذه، اي حد متضايق يروح جري يطبطب عليه، سمعت خناقة من بعيد اروح واشوف ايه الخناقة سببها وافض الخناقة واشوف الناس زعلانين من بعض واحاول واصلح واعمل. دي عقلية ايه؟ دي عقلية المنقذ. ايه ده؟ طب فيها ايه المشكلة دي؟ ما ده حد حلو. لا، عقلية المنقذ ده مش حد حلو خالص. ليه؟ لان هو، تعالوا كده اقول لكم مثل دايما بيتقال عليه في الصحة النفسية. لو حد راكب طيارة والطيارة بتقع، اول حاجة حد بيطلب منه ان هو يلبس الماسك بتاع الاكسجين. مين هو؟ انت نفسك تلبسه عشان تقدر تساعد غيرك. بس لو انت مش لابسه هتقعد تساعد وفجأة هيحصل لك ايه؟ هتقع، مش هتقدر تكمل، لان انت عمال تساعد وانت اصلا فاضي من جوه. او
بتبقى المساعدة من باب الاحتياج، مش من باب الفضل، مش من باب ان انا فعلا بساعد لوجه الله، او بساعد عشان انا من صفاتي ان انا بساعد، او لا، انا بساعد عشان انا محتاج المساعدة، عشان مثلا اخد فاليديشن من الناس، محتاج المساعدة عشان الناس تفضل جنبي، محتاج المساعدة عشان الناس تفضل تحبني، محتاج مساعدة عشان يبقى عندي صحاب. انا بعمل المساعدة عشان في مقابل انا عايزه قصاد المساعدة دي. ساعتها دي هتبقى عقلية المنقذ، ودي مش حاجة حلوة خالص. وانا لسه متفرجة على بودكاست من يومين كده، كانت بنت بتتكلم ان هي انا عمالة بساعد اللي حواليا، بساعد اللي حواليا، وفجأة حصل لها احتراق داخلي، انا مش قادرة اعمل حاجة، انا وقفت وحياتي عطلت، وانا الشخص اللي بيخرج وبيعمل كل حاجة بقيت مش قادرة اخرج ولا حتى اتكلم، لان انا مش قادرة، ما عنديش طاقة اعمل اي حاجة، لانها كانت عمالة تستنفذ طاقتها في الناس اللي حواليها، انها كانت بتدور على فاليديشن، كان نفسها تحس بانها مقبولة وسط المجتمع اللي هي حواليه، وعشان كده فضلت تحاول تسعى على قد ما تقدر انها تساعد الناس عشان تحصل على القبول ده. فهي كانت عايشة دور المنقذ عشان تاخد حاجة قصاده. فده الدور ده مش حلو خالص. 3 ادوار ما نكونش عليهم: الدور اللي انا متشتت وماشي عماله ابص حواليا، مش عارف اصلا رايح فين ولا جاي منين، وعماله ابص وخلاص، فعمري هيضيع ومش هبقى عملت اي حاجه انا عايزه، اقول يا ريتني. تاني عقلية هي عقلية الضحية، ان انا عمالة بشاور 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 على الناس واللي عملوه فيا واللي سووه واللي حصل واللي جه وهم السبب، وقاعد برضو مكاني ما بتحركش، وبرضو عمري هيضيع على الفاضي. تالت حاجة هي عقلية المنقذ، ان انا عمال بنقذ اللي حواليا عشان بدور على حاجة معينة، بسبب الانقاذ ده في الاخر انا هقع ومش هقدر اكمل كده، وهتعب جدا وممكن احترق وممكن حاجات كتير جدا تحصل لي، لان انا بدور على الحاجة اللي انا عايزها بس بعمل حاجات غلط عشان اخدها، او باخدها من مصادر غلط. ممكن نبقى نتكلم على ده بعدين، بس يعني ده اللي انا عايزاكم تعرفوه دلوقتي. تمام. في بقى 3 حاجات تاني عايزاكم ما تقعوش فيهم، وهم ايه؟ وهم ال3 عقليات دول انا مش عايزه حد يلعبهم عليا. برضو اخلي بالي من اللي حواليا ومن حديثي الداخلي لما الناس بتتكلم معايا، او لما بتعامل مع الناس. اول حاجه، في حواليا حاجات بتبقى كتير مشتته، بس انا كويس، يعني انا مش متشتت ولا حاجه، بس انا قاعد في بيئه نفسها مشتته. يعني مثلا الكرسي اللي انا قاعد عليه، فنقول في قطر الحياه اللي انا ماشيه فيه، قاعد حوالين ناس بتعمل دوشه كتير قوي، اقوم من المكان ده بقى الاقي نفسي بلتفت للدوشه، اقوم. فما خليش الناس المشتتات الخارجيه تاثر برضو عليا، حتى لو انا كويس برضو ابعد عن المشتتات دي خالص، ابعد عنها. ومنها طبعا السوشيال ميديا، طالما انا ماشي شخص كويس وبستغل وقتي وعندي بلان كل يوم بس بقعد على الموبايل ساعات بسرح، خلاص احدد وقت للسوشيال ميديا، ابعد عن الايام معينه عن السوشيال ميديا، وهكذا. يبقى انا اللي ابقى عارف ان حاجات دي مشتته ليا فابعد عنها. يبقى ده اول حاجه. والاشخاص طبعا، في اشخاص كتير جدا بتكون مشتته، ابعد عن الاشخاص دي او اقلل الوقت اللي انا بشوفهم فيه او بقعد معاهم فيه. تاني حاجة هي ما خليش حد يلعب دور الضحية عليا، يعني يقعد يقول لي مثلا انتي المسؤولة، انتي السبب، وهو اصلا يعني هي دي غلطته مثلا، او حتى لو انا ليا نسبة من الغلط برضو هو دوره فين، او هو مسؤول بنسبة قد ايه. فما خليش حد يحط عليا تعبه ويحط عليا مسؤولياته ويسيبني انا اشيلها واتعب وانا ابقى مسؤول، والعب بقى ساعتها مع دور المنقذ، وهكذا، وتبقى الدايره عماله تلف. انا برضو في موقف حصل معايا في الحته دي، في واحده قبل كده جت اتكلمت معايا وكانت منهاره وعماله تعيط وتقول لي انتي السبب، انتي السبب، انتي اللي عملتي مش عارف ايه يا هاجر، وانتي اللي تسببتي في ده، وانتي مش بتقفي جنب فلانه ومش بتساعديها وانتي مش بتعملي لها. فاللي هي خلتني ساعتها، يعني لما فكرت ايه ده، هو انا فعلا كده، ايه ده، هو انا فعلا مقصره، ايه ده، هو انا فعلا ده. وبعدين بقى حديث النفس بقى، لما تقعد وتفكر مع نفسك في الكلام اللي قدامك قالهولك قبل ما يرمي عليك مسؤولياته، فكر كويس، هل ده مسؤوليتي فعلا؟ هل انا فعلا مسؤوله عن الحاجه دي؟ لقيت الاجابه كانت لا خالص، مش مسؤوله، بالعكس انا نسبه مسؤوليتي لا تتعدى 5% وبعملها. اذا خلاص، يبقى كلامها لا يعني لي شيء. وهكذا عايزاكم تفكروا، لما حد يجي يرمي عليك حمل، يرمي عليك مسؤولية ويشيلك شيلة مش شيلتك، تاخد بالك قبل ما تاخد وتشيل على كتافك، واحنا اصلا مش ناقصين. دي كانت تاني حد، ما تخليش حد يلعب معاك دور الضحية. تالت حاجة، ما تخليش حد يلعب معاك دور المنقذ، وده برضو مش هيبقى مفيد لينا احنا كمان. ليه بقى؟ لان اللي بينقذ ده زي ما قلنا هو بينقذ عشان بيبقى عايز حاجة قصاد الانقاذ اللي هو بيعمله ده، او قصاد المساعدة اللي هو بيقدمها دي.
وهنا عايزة افتكر مثل كده كانت قالته واحدة صاحبتي وهي بتتكلم معانا، قالت إن هي في حد تعبها أوي في حياتها، فبنسألها تعباكِ ليه؟ بتقول عشان هي بتساعدني كتير أوي، وقصاد المساعدة دي دايمًا أنا لازم أبقى موجودة في حياتها، دايمًا لازم إن أنا أرُد عليها، والعلاقة دخلت في شكل تاني أنا أصلًا مش عايزاه. وعمري ما هانسى جملتها دي، لإن جملتها فوّقتني أوي في حاجة، قالت: مساعدتها بقت عبء عليَّ، أنا مش قادرة أستحمل مساعدتها، أنتم متخيلين للدرجة دي؟ بقت عبء عليها من كتر ما هي بتساعد، وقصاد المساعدة دي عايزة شكر، عايزة مش عارف إيه، عايزة إيه، عايزة إيه، عايزة إيه، وأنتِ لازم تدّيني زي ما أنا ما بادّيكِ لإن مساعدتها قصادها طلب. فدايمًا أخلّي بالي اللي قدّامي بيعمل معايا إيه، أو بيقدّم مساعدته بطريقة إيه، وقصاد مساعدته بيبقى عايز إيه منّي، وعلى أساسها أنا أقبل مساعدته أو ما أقبلهاش، لإن أنا يعني إحنا في الأول وفي الآخر العلاقات اختيارات، فأنا هاختار مين يبقى موجود في حياتي ويساعدني بالشكل الإيه، وطبعًا كل مساعدة هتبقى على راسنا من فوق، ولكن المساعدة اللي بتبقى جاية من القلب، اللي بتبقى جاية بحب، اللي بتبقى جاية عشان أنا باساعدِك، عشان أنا باحبِك نقطة. دي ساعتها إحنا بنعمل المستحيل عشان نرد المساعدة دي، ولكن أنا باساعدِك عشان عايز كذا وكذا وكذا، يبقى ده مش عايزينه وشكرًا جدًا ليه، لإن هو فعلًا بيبقى عبء علينا. فدي ال3 حاجات، لا تكن أنت ما تكونش كده، ولا تسيب حد يعمل عليك الحاجة دي، أو يعني يمارس عليك الدور ده. بعد كده في الجزء التاني هنتكلم عن كُن. هنكون إيه بقى؟ هُم 6 حاجات. أول حاجة هاكون مسؤول عن صحتي النفسية بنسبة 100%. عندي الفكرة دي في بالي، أحطها في العقل بتاعي، العقل الحكيم بتاعي اللي اتكلمنا عليه اللي هو عقلان، أحطها في بالي أنا مسؤول عن حياتي بنسبة 100%، عن قراراتي، مسؤوليتي، حتى لو حد أذاني. أنا بقى هاعمل إيه تجاه الأذية دي، حتى لو حد عمل فيّا إيه، أنا هاعمل إيه، هاتصرّف إزاي، حصل لي مشكلة، حصل لي كارثة، حصل لي صدمة، هاعمل إيه عشان أمشّي مسار حياتي بعد كده، مش هافضل قاعد ألطم على الكرسي بتاعي وأزعل واكتئب وأعيّط، هاعمل إيه، بعدها هاعمل إيه. فدي مهم جدًا إن أنا أبقى مسؤول 100%. ودي بقى المعلومة دي أنا عرفتها من كتاب The Compound Effect، وكان الكاتب بيقول إن هو حضر workshop، ولمّا حضر الworkshop ده كان في أول الworkshop اتسأل يعني اللي هو الراجل اللي بيعمل معاهم الworkshop سألهم السؤال ده في الأول، قال لهم: أنتم تفتكروا مسؤوليتكم عن حياتكم النفسية بنسبة كام في المِيّة؟ كله قال النسب، قال النسب زي ما أنتم عملتوا كده، وبعدين ما حدش قال 100%. فهو قال لهم 100%. هو ساعتها قال صح، أنا فعلًا مسؤول 100%. وساعتها حكى قصة إن هو كان في شراكة ما بينه وما بين واحد صاحبه، ولمّا حصلت الشراكة دي صاحبه خسّره فلوس كتير جدًا. هو قال بقى إيه هنا، كان ممكن يقول بقى عقلية الضحية، أنت المسؤول، أنت اللي خسّرتني، أنت اللي عملتني، مع إن صاحبه فعلًا خسّره. قال لأ، أنا تحمّلت مسؤولية الموضوع ده، وتحمّلت مسؤولية اختياري للشخص ده، لإن إحنا علاقتنا صداقة. إيه اللي حوّلها لbusiness؟ هي ما كانش ينفع تكون business، لإن هو ما كانش عنده الإمكانيات المتاحة أو الإمكانيات المهمة إن هو يمسك الbusiness ده. فلمّا أنا تحمّلت نتيجة الموضوع بنسبة 100%، تخيّلوا إيه اللي حصل، تخيّلوا هو قال إيه، قال أنا ارتحت لإن أنا عرفت إن أنا خلاص أنا غلطت في الحاجة الفلانية، الحمد لله. هو طبعًا إحنا بقى بالنسبة لنا في ثقافتنا الحمد لله حصل خير، قدّر الله ما شاء فعل، هاتصرّف إزاي فيما بعد، هاختار بقى بعد كده شريكي في الbusiness إزاي، صحابي المعيّنين هيبقوا في مجال الصحاب بس. فهو بقى in control، هو اللي بقى سايق العجلة بتاعته، وهو اللي بقى سايق حياته، هو عارف القطر ماشي فين، مش الناس عمّالة تسوقه هنا وتسوقه هنا وتسوقه هنا، ويقول ياه أنا زعلان، أنا متضايق، أنا. فده كان هو المسؤول عن حياته بنسبة 100%. فهي دي معنى كلمة أنا مسؤول بنسبة 100%. فدي حاجة أنا عايزاكم تحطوها في بالكم كده دايمًا، لو مهما كان اللي بتمروا بيه، أنا مسؤول، أنا مسؤول. وكنت باذاكر لابني دراسات في الحتة دي، وبعدين في الآية بتاعة سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم، لما ربنا قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هنا لمّا كنت باذاكر له لقيت كلمة خليفة، أنا كان أول مرّة أعرف إن هي معناها مسؤول. فإذًا الخليفة ده مسؤول في الأرض، أنت مسؤول، أنت ربنا ادّاك مسؤولية، فهتتحمّل بقى المسؤولية دي، وهتتحمّل عواقب اختياراتك وعواقب المسؤولية اللي أنت اتحطيت فيها دي، والّا هتفضل تهرب وتجري وتحط، وتحط، وتحط؟
فنمسك زمام الامور ونكون اول حاجة مسؤول. تاني حاجة هي رقم 2 و3 من كتاب 7 Habits. بصراحة أنا الكتاب ده قريته قبل كده، وبعد ما قريته تاني في سنة، وقعدت أقرأ كل هابت في شهر، وأطبق الهابت دي في حوالي شهر ونص أو حاجة، عشان أعيش الكتاب ده، يعني أنقله بدل ما هو كلام، أنقله الحقيقة في حياتي. ممكن لو عايزين أعمل لكم عنه فيديو لوحده قولولي في الكومنتس وأنا أبقى أعمل لكم إن شاء الله. اللي هي رقم 2 بقى هي ايه عشان نبقى مسؤولين عن صحتنا النفسية. في هابت بتقول، او في حاجة من كتاب 7 هابتس بتقول ايه، بتقول انت مسؤول بنسبة 90% عن حياتك كلها، و10% بره دايرة مسؤوليتك. ال10% دول ممكن يكونوا زي ايه؟ ممكن يكونوا زي ان انا المثل اللي الكاتب قاله في الكتاب، ان هو في قهوة، هو صحي الصبح عشان يوصل بنته المدرسة، وهو بيفطر القهوة اتدلقت. فلما القهوة اتدلقت بص على لبسه وقعد يزعق، والقهوة اتدلقت وانا مش عارف ايه وانا كده هتأخر، وفضل متعصب ومتنشن وانا عندي ميتنج، وزعق لبنته ونزل وراح، وطول الطريق متعصب، وبعدين وصلها متأخر وراح الميتنج متأخر، فلما المدير قال له راح مزعق. فالعواقب بقت يعني مثلا دلق القهوة ده حاجة من 10%. 90% التانيين العواقب بتاعة 10% دول كان عمال يكسر 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 ويبوظ يومه أكتر وأكتر. إنما مثلا لو العكس كان حصل إيه، القهوة اتدلقت، نقول برضو فكرة تاني، خلاص حصل خير، القهوة اتدلقت وهدخل وأغير، وطبعا يعني اتضايق سنة بس هدخل وهغير، والحمد لله وصلت بنتي وضحكت معاها فما ضايقتهاش، وبعدين وصلت الميتنج وانا هادي قلت انا اسف جدا، حصل بس حاجه الصبح كده اخرتني غصب عني، بعتذر عن التاخير اللي في الاخر كان ايه 10 دقايق. فبقيت 90% من يومه كان هو اللي مسؤول عنهم، لان في فعلا احداث في الحياه بتحصل، واحداث في الحياه بتحصل في يومنا احنا ملناش تحكم فيها، ولكن بعد ما بتحصل احنا بقى هنكمل بقيه 90% ازاي. وممكن يكون حد يقول طب ايه الفرق بين النقطة دي واللي قبلها؟ النقطة اللي قبلها انا مسؤول عن القرارات والاختيارات، ومسؤول ان انا اتحملها بنسبة 100%، اتحملها بنسبة 100%. انما النقطة التانية دي، ان انا لو قسمت حياتي، الاحداث اللي بتحصل في حياتي، الاحداث بقى نفسها مش القرارات اللي انا اتحملها، الاحداث نفسها، ففي 10% من الاحداث بتحصل انا ماليش علاقة بيها. ليه علاقة بقى ان انا اروح مدخل بقى النقطة اللي فوق للي تحت، وانا بقى مسؤولة عن ان انا اصلح كل اللي جاي ده. ف90% من بقية حياتي هيمشي حلو. ليه؟ لان انا خدت المسؤولية. فهما الاتنين يعني قريبين من بعض، ولكن هنا 10% اللي بره اللي انا ما اقدرش اتحكم فيه، و90% ان انا هعمل ايه بعد ما كل ده حصل معايا. النقطة رقم 3 هي برضو ليها علاقة بيه، وانا جبت حاجات كده ايه يعني متشبكين في بعض، عشان نحاول ان احنا نكون مايند سيت قوي يقوينا على حديثنا الداخلي وقت ما نتعرض لأي حاجة. تالت حاجة بقى هي ايه؟ هي circle of influence و circle of concern، يعني دايرة التحكم بتاعتي ودايرة اللي مش التحكم بتاعتي، اللي هي دايرة تانية مانيش تحكم فيها. وهنا المثل ده عايزة أقوله على الأطفال شوية، ولادنا. ساعات إن إحنا بنحط نفسنا مكان ولادنا وهم أصلا مش في دايرة التحكم بتاعتنا، هم في دايرة التأثير بتاعتنا. يعني أنا مثلا مع ابني أنا مؤثرة، وخليني أو أشرح لكم بأكتر بمثل. مثلا بنتي كان عندها كامب، وانا شرحت المثل ده فريل على البيج بتاعتي، فلو حد سمعه يعني معلش اسمعوه تاني، لان هو لسه حاصل معايا الاسبوع ده فعشان كده بقوله. هي كان عندها كامب وهي مصممة تلبس لبس معين، وانا مش عايزاها تلبس اللبس ده. فانا هنا لو قلت لها لا هتلبسي ده هتعملي ده، انا كده اتحكمت في دايره تحكم مش بتاعتي اصلا. انا مش بتاعتي ان انا اقول لها تلبس ايه، انما بتاعتي ايه بقى؟ بتاعتي ان انا اللبس يكون نظيف، اللبس يكون مكوي، انها تصحى في ميعادها، ان انا اوصلها للكامب، ان انا اعمل لها الاكل بتاع الكامب. كده ده دايرة الاهتمام بتاعتي او اللي انا اقدر اتحكم فيه. انما هي ولبسها ده انا ما اقدرش اتحكم فيه، ما اقدرش. مثلا ابني بعد الشر يعني عليه سقط في الامتحان، فاقعد اقول انا السبب، انا الملامة، انا اللي مش عارف ايه. طب ما ارجع وابص انا ايه التأثير بتاعي وايه التحكم اللي انا اقدر اعمله وايه هو دوره ايه. فانا دوري كان ان انا اوفر له الوقت المناسب اللي يذاكر فيه، ان انا اكله اكل كويس عشان يساعده على الذاكرة بتاعته، ان انا اهيئ له الظروف
مصروف وجو البيت، ان انا اجيب له الكتب المناسبه، ان انا اوديه مدرسه كويسه، الحاجات دي كلها. انما ان هو يقعد وقاعد قدامي قدام الكتاب، هو بقى ما بيذاكرش، هو نسبه استيعابه مثلا كذا، هو دي كده خلاص، دي مش الدايره بتاعتي، دي مش بتاعتي، دي بتاعته بقى. اساعده بقى فيها، ممكن ان انا اجيب له حد يساعده، برضو دي دايرتي انا في التحكم بتاعتي. فبلاش نخلط الامور، بلاش ان انا اقعد اقول اتحكم في حاجات مش بتاعتي. مثلا حد في، انا على علاقه مع حد، ولا نكون مثلا واحده صاحبتي، وصاحبتي دي عماله بتضايقني كتير قوي، فانا عماله اعدل السلوك بتاعها، اعدل السلوك بتاعها، انا مالي انا اعدل سلوكها ليه؟ ده مش دورك، ده مش دايره التحكم بتاعتك انك تعدلي السلوك. امال انا اعمل ايه؟ انتي تعملي ايه؟ انتي تشوفي هتتعاملي ازاي مع سلوكها. لما تقولي كذا بعد كده انا المفروض اتصرف، اعمل 1 2 3 4، انما ما اقعدش اتحكم فيها واغير فيها، ما ده غلط. هفضل ابذل طاقه ومجهود ووقت وجهد والوم نفسي واتعب وارهق على الفاضي، لان انا عماله بجري ورا حاجه اصلا مش بتاعتي، ماليش علاقه بيها اساسا. فاركز على دايره التحكم بتاعتي، واسيبني من دايره التحكم اللي بره بتاعتي خالص، اللي انا اصلا ماليش صلاحيات فيها، وافضل اعافر فيها واعمل فيها وانا كاني عمال بجري وانا واقف في مكاني. طيب رابع حاجة هي مهمة قوي ان انا اعملها، وهي قلناها في الفيديو اللي فات، ان انا اشوف النفس اللي انا عليها معظم الوقت ايه، وايه هو الصوت اللي انا معظم الوقت عليه، هل هو صوت العقل ولا صوت اللذة ولا صوت عطفان. مهم جدا جدا ان انا اخلي بالي من النقطة دي، لان النقطة دي هتساعدني ان انا اخد كل القرارات اللي احنا قلنا عليها دي، وهتساعدني ان انا ما اقعدش اعمل حاجات اندم عليها. فمهم ان انا اراقب حديثي الداخلي، مع ان انا براقب حديثي الداخلي اقول لنفسي كلام ايجابي كتير، اشجع نفسي، ادعم نفسي، اقول لنفسي شاطره على الحاجه اللي انت عملتيها دي، اقول لنفسي لا محتاجين نصلح الحاجه دي. فدايما كلامي بيني وبين نفسي يكون وكاني كده ايه، اب او ام بيقوم وبيعدل سلوك ابنه، ولكن برحمه وبحنيه وبعطف. فدي مهمه قوي 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 النقطه دي، وهي اصلا اللي انا يعني هبني عليها شغلي كله اللي قدام معاكم ان شاء الله في الفيديوز وكده، ان انا اعرف اكلم نفسي بحنية وبشدة في بعض الاوقات، ان انا اقوم نفسي صح. دي كانت رقم كام؟ 4. بعدين بقى اخر واحدة، لو انا قلت لكم 6 انا مش عارفة في حاجة، يعني هما دي رقم 5. اهم بقى حاجة، دي اهم واحدة، اهم واحدة اللي هي ايه بقى؟ اللي هي ان انا اكون عارفة ان انا استمتع بالرحلة اللي انا ماشية فيها دي. انا بستمتع بالرحلة، انا مش قاعد راكب القطر وقدامي حاجات عايزة اعملها تك 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 تك، قدامي سلوك عايزة اعدله تك تك تك، قدامي مش عارف ايه، قدامي ايه. لا، انا اهدى شوية، اهدى الاول، السرعة بتاعتي تبقى هادية هادية مناسبة، اجري في حبة اوقات، اقعد في حبة اوقات، استريح، اقف في حبة اوقات، ابقى عارف متحكم في سرعة القطر اللي انا ماشي بيه، متحكم في السرعة الى حد ما، عارف اوقف امتى، بص على المناظر الحلوة اللي حواليا، امتن لنعم كتير موجودة فيا، في جسدي، موجودة حواليا، في بيتي، في الحاجات دي، امتن، استمتع بالحياة بتاعتي. وكمان مهم ان انا وانا بستمتع بحياتي ابقى عارف حاجة مهمة قوي، ان انا جاي الدنيا خليفة الله في الارض زي ما قلنا في اول الفيديو خالص، وان انا دوري ايه، انا دوري بعمل ايه. مش دوري بس بينحصر في حتة الانجازات، وحتة ان انا عملت ايه في حياتي، او قمت بايه، او اشتغلت ايه، او المنصب بتاعي كان ايه. لان انا لو سعيت ورا الاتجاه ده، في الاخر انا مش هبقى سعيد، مش هبقى مرتاح ومبسوط. لان في ناس كتير جدا حققت انجازات كتيرة في حياتها، ولكن هي مش سعيدة من جوه، وبتبكي من ان هي مش راضية ومش سعيدة. يبقى السر في الرضا، في راحة البال الداخلية، ان انا استمتع بالرحلة، مش بالوصول لهدف قصير، الوصول للوصول هنا، الوصول هنا، لا. الوصول ده حاجات بتقويني وبتقدرني وبتخليني اكون مبسوط وبتخليني عندي هدف، ولكن مش هي في حدها الهدف. لا، الهدف ان انا افضل مكمل ومستمتع بالرحلة. وده ممكن نتكلم عنه الحلقة الجاية، ان احنا ازاي نعيش مش عشان الانجازات بس، نعيش عشان نستمتع بالرحلة. لان في ناس كتير حققت انجازات ولكن مش مستمتعة بالرحلة بتاعتها. اشوفكم على خير الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. يا ريت لو تكتبوا لي رايكم في الحلقة دي، وقولوا لي ايه اكتر حاجة فرقت معاكم، واشوفكم على خير.